الشكر والتقدير للزميلة غادة الطويل، والتي تابعنا معها النشرة الإخبارية بلغتها الإنجليزية. الوطن والمواطنة هو عنوان وشعار المؤتمر، والذي انعقد بنقابة المهندسين بالإسكندرية بمشاركة حافلة من بيت العائلة وهيئة الأوقاف المصرية والكنيسة المصرية والأزهر الشريف، تحت رعاية ومشاركة من محافظ الإسكندرية. نتابع هذه الصيغة للوطن والمواطنة من خلال تواجد الزميل إبراهيم خليفة وأحداث وفعاليات الحدث. داخل مؤتمر الوطن والمواطنة والمبادرة التي أطلقها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف ببيت العائلة والحفاظ على أمن مصر واستقرارها نسيج واحد مسلمين وأقباط. من هذا المنطلق بنرحب بسيادتك الأول فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. الشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، يعني بنرحب بسيادتك وبنقول المؤتمر والوطن والمواطنة. المؤتمر اللي احنا بنحضره الليلة هو مؤتمر تحت رعاية السيد محافظ الإسكندرية ومشيخة الأزهر وبيت العائلة المصرية تحت مسمى الوطن والمواطنة. هي ضمن فعاليات بيت العائلة المصرية من أجل جمع شمل الأسرة المصرية الواحدة والتعريف بقيمة الوطن ومدى حب الإنسان لوطنه ووجوب أن يعطي الإنسان لوطنه كما يأخذ منه، وأن المواطنة عطاء وأخذ، فكما أن للإنسان حق المواطنة والإقامة في هذه البلاد والتمتع بخيراتها ومطالبته بحقوقه، فإن عليه لهذا الوطن أيضا حقوق وواجبات، وهي وجوب الدفاع عنه والمحافظة عليه والمحافظة على مقوماته من أجل أن تمر بلادنا بسلام، تتميما لما هي فيه الآن من نعمة الأمن والأمان. وإن شاء الله بلادنا لن تضام ولن تضار، لأنها بلاد محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى. سيادتك تكلمت من خلال المؤتمر عن دور وزارة الأوقاف لمواجهة الفكر والإرهاب الفكري والوسطية لدى الشباب. وطبعا وزارة الأوقاف بدورها الدعوي من خلال منابر جميع المساجد على مستوى جمهورية مصر العربية والدور المنوط بها، لتقوم الوزارة بمحاربة هذه الأفكار من خلال الندوات ومن خلال تدريب الأئمة ومن خلال موضوعات الخطبة الموحدة بتعد معرفة فريق فني من الأساتذة جامعة الأزهر المتخصصين وعلماء الأوقاف تحت إشراف معالي الدكتور الوزير، بتحاول ان هي تنمي الوعي لدى الائمة لتوعية الشباب، ولها دور بارز. واحنا في الاسكندرية بالذات بدأنا منذ شهرين بروتوكول تعاون بين وزارة الاوقاف او مديرية الاوقاف وجامعة الاسكندرية، ولنا ائمة يدرسون للطلاب في تجمعات في السكن في مدينة الجمعية للبنين والبنات بالشاطبي وبسموحة، بكل مكان 3 محاضرات اسبوعيا لتوعية الشباب، وبتلاقي إقبال كبير جدا من الطلبة والطالبات، والجامعة بتثني على هذا، وكان له دور فعال وإيجابي في تهدئة الأوضاع داخل الجامعة وداخل المدن الجامعية. فوزارة الأوقاف ده دورها المنوط بها في حمل رسالة الإسلام الوسطي وتبليغها للناس من خلال منابرها ومن خلال علمائها ومن خلال مجلس أعلى الشؤون الإسلامية وما يصدر عنها من مجلات. واخيرا كان الصالون الثقافي لوزارة الاوقاف الذي بدأ منذ اسبوعين يعقد في المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية. الشكر والتحية لزميلة إنجي ماهر، والتي تابعناها تقدمة للنشرة الإخبارية بلغتها الفرنسية. السيدة والسادة، زميل إبراهيم خليفة عاد متابعا لمؤتمر الوطن والمواطنة في لحظة الحصول على التوصيات ليوافينا بها، فلنتابع.
داخل مؤتمر الوطن والمواطنة بنلتقي بالأستاذة لبنى محمد، يعني رئيس المؤتمر وأمين عام المؤتمر ومقر المؤتمر أيضا. نتكلم عن أهداف المؤتمر وأهم توصيات مؤتمر الوطن والمواطنة. والله أهم التوصيات الوحدة الوطنية، وإن محدش يقدر يفرقنا أبدا. دي اللي احنا بنقول نبقوا إيد واحدة ونبقوا تملي على قلب واحد ومحدش يقدر يفرق بينا. واللي هنطلع منه من التوصيات ان احنا تملي بنطالب بالمساواة ما بين الأقباط والمسلمين، ونبقى كلنا ايد واحدة. انطلق بيت العائلة مسلمين وأقباط والحفاظ على نسيج الوطن الواحد، ومش عايزين تفكك، يعني احنا عايزين نبقى كلنا ايد واحدة زي ما حضرتك بتشوف كده. نبقوا مدعمين للرئيس وللجيش والشرطة، ونبقوا كلنا يعني مصريين، مفيش حاجة اسمها حاجة تفرقنا ما بين بعضنا. ده اللي انا اهدف ليه، اللي هو الوطن والمواطنه، يعني المؤتمر الوحده الوطنيه بينا. المؤتمر جه يعني في وقت احنا كلنا محتاجينه فعلا، لان حضرتك زي ما انت بتشوف ساعات كده يطلعوا لك فيديوهات بتقول ان الجيش بيشككوا في الجيش وبيشككوا في المسلم، بيشككوا في كل حاجه بيشككوا فيها. فاحنا متحدين ان الناس تتجمع، ما فيش حاجه تفككنا ولا تفك ايدينا من بعض، لازم كلنا نبقى ايد واحده. هدف المؤتمر دوت توحيد الصف والتكاتف والوحده الوطنيه من اجل تصدي الارهاب وبنهضه الارهاب في مصر. كل ده احنا بنشجب الارهاب، فاحنا لما نتحد كلنا مع بعض مش هيبقى في ارهاب، هتبقى ايدينا ايد واحده مع الشرطه مع الجيش، الناس اللي كل يوم بتموت. فاحنا لازم كلنا نتحد، ما نتفككوش من بعض، عشان ده اللي احنا بنطالب بيه، اللي هي الوحده الوطنيه بيننا وبين بعض. نلتقي بالقس بولس عوض ممثل الكنيسة من مؤتمر الوطن والمواطنة. يعني بعد الترحيب بسيادتك نتكلم عن المؤتمر الوطن والمواطنة، نتكلم ان احنا يعني داخلين على عام 2015، اتمنى انه يكون عام سلام ومحبة لكل المصريين. نتكلم يعني عن دور حضرتك في هذا المؤتمر. هو الحقيقة بدعوة كريمة من الأستاذة لبنى تحت رعاية السيد المحافظ اسكندرية ومجموعة من الأزهر ووزارة الأوقاف. الحقيقة احنا جينا ككنيسة القبطية المصرية عشان نقدم مشاركة، واحنا طبعا المواطنة ده شيء مهم وضرورة. احنا كلنا المفروض عايشين على أرض مصرنا الحبيبة كمواطنين، دورنا دور إيجابي، المفروض ان احنا بناخد دور الإيجابي في العمل بحيث ان احنا كلنا نشارك في البناء أجل مصر أفضل، أجل حياة فيها مشاركة، فيها فعالية، فيها تضامن، فيها وحدة واحدة. المفروض ان احنا كلنا فريق واحد، كلنا روح واحد، ايا كانت انتماءاتنا الدينية، ولكن احنا طالما وجودنا على أرض مصر فاحنا كلنا مصريين. الحقيقة المؤتمر فعالياته جميلة جدا، الكلمات اللي اتقالت فيه من فضيلة وكيل وزارة الأوقاف وبعض الضيوف الموجودين كلها كلمات رائعة بتحسنا كلنا عن احنا مصر تحتاج مننا مزيد من الجهد، من العرق. بنحفز شبابنا ازاي يحافظ على نسيج الواحد للوطن، ازاي ما حدش يدخل في وسطينا احنا كمصريين ولا يحاول يعمل فتنة بينا، لكن دورنا ان احنا ازاي نكون عندنا الثقافة والروح الواحد والفكر الواحد، ازاي نساهم ان احنا كلنا نساهم في بناء. اتمنى الدور اللي بتسهم بيه الكنيسة ان شاء الله في المرحلة القادمة. الحقيقة دور الكنيسة واضح، ممثلة في رئاسة الكنيسة، وكل المصريين قد ايه شافوا التضحيات اللي قدمتها الكنيسة، وقد ايه كان قداسة البابا حريص في كل محفل بيظهر فيه ويؤكد على المواطنة ويؤكد ان احنا مواطنين مصريين واحنا لينا دور ايجابي في الوطن. احنا ان شاء الله الحفاظ على نسيج امن مصر ونسيج واحد، مسلمين واقباط ان شاء الله. ده اللي احنا بنتمناه في 2015. وبقول لكل المصريين كل سنة وحضراتكم طيبين، وان شاء الله نهاية سنة وبداية سنة جديدة، سنة سعيدة على كل واحد مصري، سنة فيها بنعمل من اجل الخير، بنعمل من اجل مصر، بنعمل من اجل المحبة، من أجل ترسيخ قيم ومبادئ مشتركة، من أجل تفعيل دور المواطنة في حياتنا كلنا كمصريين.